طفوا النور. غارة طفوا النور. قال السادة الركاب برجاء النزول للمحطة القادمة. حالة طوارئ، حالة طوارئ. كفى كفى كفى. مين هيوقف ضرب النار؟ حرب ودايرة ليل ونهار وبيوت عم تنهد وتنهار، وجسد صار اشتاق وفتات. لو ليه تبلش بالعدوان؟ لو انسان طب ماني انسان، أنا من حق أعيش بأمان. غير خوف خلينا أعيش ما تقرب، خلينا أعيش. بدي نام، بدي نام. وأنا كمان يا دكتور نفسي أنام، بس مع الأسف مهنتي كمراسل للأخبار خلتني معرفش أدوق طعم النوم ولا الراحة. أصلكم بتشوفوا الحقيقة على الشاشات وفي إيديكم السندوتشات، لكن أنا عمالين ينادوا عليه كتير وكتير. أنا بكون في أرض الواقع. فين؟ اديله مربع ست ترانيمي. أنا بشوف الخطر كل لحظة وكل ساعة. تعالوا تشوفوا الشاشات بتقول إيه. يلا يا جماعة نطلع أهو. جاهز يا أستاذ؟ أيوه أنا جاهز. كاميرا البرفان بس لو سمحتي. يلا كاميرا 2. مساء الخير أعزائي المشاهدين. النهارده يا جماعة نتكلم عن الميليشيات الفكرية الإرهابية اللي بتحاول تأمن المنطقة. يعني خلونا يا جماعة ندخل في التفاصيل على طول، ومعانا اتصال من أرض المحتلة معنا مراسلنا هناك ونقول ألو. ألو هل تسمعني؟ نعم أسمعك بوضوح سيدي. منذ قليل كان هنا تفجيرات أسرعت عن مقتل 13 وإصابة 28، وتبقى هذه الضحية هنا في هذا المبنى. أنا أمي قالت لي أنا هجيب لك مية عشان بس مية قالت لي تقطع ساعتين 3 وتيجي نص ساعة. راحت تجيب لي مية وأنا لسه عطشان. قد ايه نعمة المية لما كانت بتتقطع علينا ساعة ولا ساعتين في اليوم بنحس قد ايه الدنيا سواد.
لكن هنا في البلاد عتمة طول الوقت ومفيش ميه. لو كل واحد يعرف قيمة العز اللي هو عايش فيه ويعرف قد ايه ان بلدنا ديت عزيزة وغالية في عينينا الرب، حطوا نفسكم مكانهم هتعرفوا قيمة اللي بقوله. معذرة سيدي، ولكن سأعود الاتصال لاحقا. عاد القصف مجددا. في حروب كتيرة في كل بلاد حوالينا، من زمان الموضوع مش جديد، لكن في حرب تانية صعبة، هي حرب الفكر، حرب عدو الخير. يعجبني ليه في ناس مظلومة وناس تانيين ظالمين مش فاهمين احنا هناخد ايه من الدنيا غير شبرين. يعجبني ليه في ناس مظلومة وناس تانيين ظالمين. كانوا من المنيا واتغربوا عشان حرب لقمة العيش، لكن عدو الخير بيحاربنا في أي مكان. بس القصة كلها هم مختارين على شط البحر. To all our people, listen to me. يا عباد الصليب، الويل لكم إن لم تتبعوا شريعتنا، سيكون العقاب لكم هو الموت والجزاء لكم. كانت السماء مفتوحة ليه؟ ربنا بيدي مع التعزيات أزمات، ومع الأزمات تعزيات. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. كنا شايفين اللي انتوا تخيلتوه بالظبط. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، سلم رجالة، على الشهداء اللي في إخبارية جهزوا، سلم على قتلوا إخواتنا في ليبيا. اللي هناك. عمرك كان عندنا مهمة. حرية، لكن بلدك مش نسيت. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على إخوات الجوال دلوقتي هتتحرك. نفس. البلد دي مش بتفرق ما بين مسلم ومسيحي. ذنبك غالي يا شهيد. تمام يا فندم. الاستطلاعات كلمة الرئيس قالت نفس. إن مصر تحتفظ بنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة والمجرمين المتجردين من أبسط قيم الإنسانية. دمك غالي يا شهيد. لو انت شهيد للكنيسة فانت شهيد وفخر للوطن. الحرب لسه مستمرة وعدو الخير موجود في كل وقت وكل زمن. كنيستنا اتبنت على دم الشهداء وهتفضل تتبني بالدم مش بالاسمنت. يا ريت اللي يكون مستعد لنوال شرف اللحظة ديت، ويا بخت اللي ليه سند في السماء ويكون له شفيع